حواوشي الربيع ده مش حواوشي الربيع. اهلا بيكم في وصفه قمر مع ايه عمر. وعشان دلع الكرش ما فيهوش معلش، وعشان الحواوشي الشارع مفيش اطعم منه، فاحنا طبعا للامان وللضمان احنا مش عارفين هم حاطين ايه في الرغيف اصلا. فالنهارده جايه لكم بوصفه حواوشي زي بتاعه الشارع، بس طبعا احلى واضمن. كل اللي عليكي ان انت هتعملي لايك وشير للفيديو وهتجربي الوصفه، وبعدها لو عايزه تفتحي مشروع حواوشي او محل حواوشي اتكلي على الله انا في ظهرك. نص كيلو من البصل هضربهم كده في الكبه. هنضرب برده كميه البصل دي مع بعض شويه، وبعد كده بقى نحط بقيه الخضار. هحط بقى فلفل رومي احمر او اخضر وقرن من الفلفل كده، لزوم الشطشطه، ونديهم بقى ضربه كده كلهم مع بعض. في بوله بقى كده هنزل كل الخضار اللي ضرب مع بعض. هننزل عليهم بكيلو من اللحمه المفرومه فيها نسبه دهون شويه. انا بستخدم بقى البهارات الحواوشي، هي خلطه ماجي دي بحطها هي بس كده الكيس على النص كيلو. وحرفيا انت مش هتحتاجي بعد البهارات دي غير ملح وفلفل بس، يعني دي فيها كل التوابل اللي انت هتحتاجيها. رشه كده من الفلفل الاسود والملح. لو حدقت مننا ولا يهمنا، هيحصل ايه يعني؟ هنظبطها اهو دلوقتي ببطاطسايه صغيره كده مبشوره، هنحطها على الخليط. هتسحب كل الملح زياده، ولا حد يحس بطعم بطاطس اصلا ولا اي حاجه، ولا كأن في حاجه حصلت. هنقلب بقى يا جماعه كده كله مع بعضه. سامحوني انا مش لابسه جوانتي علشان انا بحب المس المكونات كده بايدي. يا جماعه هو احنا بنستغرب ليه من المحلات اللي بتبقى كاتبه على رغيف الحواوشي ب 10 جنيه وهو بلدي؟ ما هو طبيعي هيبقى بلدي، ما هو لو بلاك جاك او جيرمان اكيد هيبقى اغلى. هنجيب كده رغيف العيش مفتوح زي ما انتم شايفين، وهناخد بقى ايه شويه كده من الحواوشي، نبتدي ايه نضغط عليه كده في طاسه سخنه او في جريل على النار. هبتدي بقى احط كده شويه زيت وهوزعهم كويس بالفرشه. هنحط بقى رغيف الحواوشي كده، هوبا كده الحواوشي بتاعنا استوى. هنحطه اللي بعده. يلا هوبا كده خلصنا الحواوشي، وده اخر رغيف هنرفعه بقى، وتعالوا نشوف هنقدمه على طول. وبكده خلصنا الحواوشي بتاعنا. رشه بقى البقدونس الحلوه كده على الوش من فوق. ما تيجوا ندوق اهو. ده عايز ايه بقى من حلاوته؟ تضربي لك بتاع ايه 5 6 رغيفه كده. وفي السابع هنبتدي نحس بتأنيب ضمير كده عشان الدايت. ما تطوعيش احساسك وكملي. وحاجه كمان، لو انت بنت ولسه مفركشه هتقولي للي باع مليون وداع، وهتخشي تعملي الحواوشي ده في المطبخ هتنسي نفسك. الحلقه دي بقى هتبقى مرجع ليكي لو جالك ضيوف على فجاه ومش عامله حسابك في اكل، لانها ببساطه سهله وسريعه ومش مكلفه خالص. ومع احترامنا بقى لكل محلات اصحاب محلات الحواوشي، اي حد بيتفرج على الحلقه دي خافوا منه واقلقوا منه، لانه هو خلاص بقى منافس ومعاه سر الصنعه. فاعملوا منشن لاصحابكم مدمنين الحواوشي وخلوهم يجربوا الوصفه دي. وحابه اقول لكم الف هنا وشفا. وصفه قمر مع ايه.